السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة بقى كله دفى وبخار وحاجات حلوة زي ما انتوا شايفينها دي. بس زي ما اتفقنا وقبل ما نبدأ اي فيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. وزي ما اتفقنا يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والكومنتات اللي دايما بتساعدني. تمام. النهاردة هنعمل محشي مشكل يا جماعة، محشي كرنب وبتنجان وكوسة وفلفل زي ما انتوا شايفين كده. تمام. معاها ايه؟ فراخ. تمام. النهاردة يعني كنا جايبين الكرنبة مع بعض. تمام. كنا جايبينها في المشتريات بتاع الاسبوع اللي فات، اللي هي الميزانية اللي هي ب500 جنيه. تمام. وريتها لكم، كنت شيلتها في التلاجة كده، بس هي كام حبة ورقتين هما اللي اصفروا كده. دلوقتي انا حطيت مية سخنة وحطيت فيها معلقتين ملح ومعلقة كمون، عشان ما تقولوش اللون المية اتغير كده ليه، دي مش شرب يا جماعة ولا اي حاجة، دي مية عليها معلقة ملح ومعلقتين كمون. الكمون طبعا بيطرد الغازات بيخلي ريحة الكرنب حلو. دي الكرنبايه هي اللي انا كنت جايباها، مفيهاش، بوريها لكم يعني مفيهاش اي حاجة، هي الورق بس يا دوبك، الورقة اللي على الوش دي اصفرت بس. قطعت راسها طبعا، قطعت راسها وبعدين بحطها من عند الراس الاول. بعد كده بقلبها، بسيبها تغلي شويه وبعدين بقلبها، بس ما تخلوش تستوي قوي عشان ما تتهرش منك. وبعد كده بقلبها على وشها، بقلبها على اليمه التانية. بعد كده بطلع ورقه ورقه بقى، بتسلك ايه كده ورقه ورقه. تمام. اهو كده انا قلبتها اهوت. بعد كده بقى بنسلك ايه، بنشد ايه ورقه ورقه بس بالراحه عشان بتبقى سخنه جدا. تمام. وهطلعها الورق في الصينيه دي. وطبعا انا ما بسيبش الورق الاخضر يا جماعه، مش برميه خالص. انا بعد ما بسلق الكرنبايه كده بجيب الورق الاخضر ده واسلقه، لان عندي ايه، الاولاد بيحبوه يعني، وانا طبعا مدمنه الورق الاخضر ده. تمام. بحب طعمه قوي. تمام. فهم ورقتين بس هم اللي كانوا زياده كده، فجيت حطهم. دلوقتي كده انا خلصت سلق الكرنب. المفروض دلوقتي هعمل ايه؟ الصلصه. وطبعا كلكم عارفين صلصه الكرنب ما فيهاش اي حاجه، كلها ايه، تكات بسيطة كده. خرطت بصلاية صغيرة، هي مش صغيرة اوي يعني وسط، وحبة زيت ومعلقة سمنة، وعلى النار على طول. اول ما تبدأ تديك لون اصفر كده فاتح، متخليهاش تتحمر زي بتاع التقلية، يا دوبك تدبل كده هتديكي لون اصفر فاتح. تيجي ايه مطفي حاطة عليها الصلصة على طول. طبعا الطماطم بنكون ضاربينها ومجهزينها. وطبعا يعني مش عشان بنوفر ايه ما نعملش اكلة حلوة كده، لازم نعمل اكلة حلوة كده تبر على اولادنا ونشبعهم من الاكلات اللي هي الحلوة دي والسخنية والدفى ده. دلوقتي انا بقول لكم ان انا خرطت الخضرة وغسلت الرز وعملت قورت البتنجان والكوسة طبعا. ده كله مش قدام الكاميرا عشان نختصر بالوقت بس. تمام. قورت الكوسة اهوت. تمام. ونرجع بقى للبصل اهو، بدأ ياخد لون اهوت. تمام. النهارده بقى كنت عامله كيس، كان في كيس رز باقي من الخلطه اللي فاتت، المحشي اللي فات، ما رميتوش طبعا. ما احنا قلنا ما بنرميش حاجه، بتحطها في ايه، في الفريزر. دلوقتي طلعتها عشان ازود ايه على كميه الرز اللي عندي. تمام. كده البصل بدأ ياخد لون عندي. تمام كده. هنبدأ نحط كمية الصلصة اللي معانا. انا ضربت دورق بس اهوت، وهحط عليه كمية الصلصة اللي معانا. هبدأ بقى اتبل الصلصة، سيبها بس تاخد يا دوبك نص غلوة كده، وابدأ اتبلها. تبليها بايه؟ هتبلها بكمون، هحط الاول معلقتين، معلقة ونص من الملح او معلقتين، وهبدأ احط كمون، فلفل، كزبرة ناشفة، توابل المحشي دي جميلة قوي، بتعمل ريحة جميلة قوي للمحشي، جميلة قوي. جربوها. روح عند العطار وقول له عايزة توابل المحشي. لو بتعملي حواوشي عنده توابل الحواوشي. لو بتعملي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لو بتعملي كفتة توابل الكفتة، توابل الكشري. تمام. الحاجات دي موجودة عند العطار. لو قلت له عايزة ب5 جنيه هيديكي ب5 جنيه، لو قلت له عايزة ب10 جنيه بيديكي كمية حلوة منها، مش وبتخلي ريحة الحاجة فعلا حلوة. دول كانوا بقى اخر حبة بابريكا عندي، فكنت مفضيهم من الكيس كده لما ايه انزل السوق بقى واجيب بابريكا من عند العطار. تمام. يبقى كده البابريكا بتاعتي خلصت. كده الطماطم هي خلاص بدأت تستوي. خلاص كده قلبتها بالتوابل بتاعتها،
خلاص هتتسبك بس. طبعا الرز مغسول والخضرة متخرطة والبتنجان متقور. دلوقتي بقى المفروض ايه، انا بقطع دلوقتي بقطع الايه ورق وبجهزه عشان ايه الحشو. انا كنت مقوره البتنجان، ما فيش اي مشكله عندي في البتنجان. دلوقتي انا اقطع ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش بنسى شويه. اقطع ورق الكرنب على ما التسبيكه تسبك. تمام. دلوقتي هحط حله ميه على النار عشان الفراخ. احط حبه ميه انا ولادي بيحبوها كده يا جماعه والله، مش عشان كل اسبوع مثلا بعملها لكم كده، لا هي مش فكره ولا اي حاجه. انا ولادي بيحبوها اللي هي المشويه دي. بسلقها نص سلقه وبعدين بدخلها الفرن واحط على وشها صلصه. ممكن اقطع بصل وخضار تحتيها، بس هما اكتر حاجه بيحبوها اللي هي على وشها صلصه دي، بتبقى سبايسي شويه بس بتبقى طعمها حلو. بياكلوها بالعيش وجنب المحشي جنب اي حاجه بياكلوها كده. مش فكره ان انا اعملها لكم كل اسبوع والله. تمام. عشان ما حدش بس يجي يقول لي ايه انتوا على طول بتاكلي الفراخ كده. انا ولادي بيحبوها كده. اعملي اللي ولادك بيحبوه، مالكيش دعوه بكلام حد، مالكيش دعوه بالترندات والكلام ده كله، مالكيش دعوه بيه. اعملي اللي ولادك بياكلوه بيحبوه. تمام. ادي الصلصه بدات تغلي معايا يا جماعه. انا في الوقت ده بقطع ورق الكرنب. تمام. اهو رجعت اهوت بقلب الصلصه وبروح تاني. تمام. دلوقتي بقى خلصت اهوت، جبت العروق ديت قلت اقطعها وانا واقفه جنب الصلصه كده. بقطعها وبحطها تحت الحله، تحت المحشي من تحت كده، بتدي طعم للمحشي رهيب. وما تخليش المحشي يشيط منك ولا يتحرق منك. جميله قوي الفكره ديت. امي الله يرحمها هي اللي كانت قايله لي عليها، جميله قوي بجد. كانت بتحط العروق كده في الحل. تمام. فكرة حلوة يعني، جربوها كده وقولوا لي رأيكم. دلوقتي بقى الصلصة بدأت تغلي اهيت. انا اكتشفت في الاخر وانا بعمل المونتاج دلوقتي، اكتشفت ان انا مصورتش لف المحشي. فاعذروني والله، الكاميرا خدعتني جامد جدا جامد جدا، خدعتني بجد. بصوا يعني يا دوبك انا صورت. بصي السوا بقى في الاخر كمان، يعني بعد ما المحشي اتشرب وكل حاجة صورت السوا في الاخر. تمام. زعلت ان انا ما صورتش لف المحشي، بس يلا المرة الجاية تتعوض ان شاء الله المرة الجاية. بصوا بقى اهم من الشغل تظبيط الشغل. شفتوا قرن الفلفل الاحمر الجميل اللي في النص ده؟ كده حاجة كده تتاكل بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب يا حبايبي. اهو بص ده كده قبل ما اغرف، هي لسه طافية على الحلل. بصوا البخار، بصوا البخار، بصوا الدفى. حسوا بالدفى بقى مع البخار ده كده، تحس بدفى الشتا كده. خلاص رحمة اهيت مستنية الحلة تنزل. كنا بنحاول نعملها زي الترندات ونقلب، بس لا، خفنا الصراحة، خفت الصراحة. بصوا يا جماعة الجمال، بصوا المحشي يا لهوي. لف شوية محشي. بص رحمة كده مستنية بتقولكوا اهي، يلا بتقولكوا تعالوا يلا مستنية المحشي يبرد. اهو ده المحشي كرنب. دلوقتي هجيب الحلة التانية وافضيها على جنب منه كده، يبقى محشي البتنجان. وادي الفراخ اهيت يا جماعة. والله احنا بنحبها كده عشان بنغمسها بعيش، مش اكتر ولا اقل. مش بنحبها مسلوقة ولا بنحبها اللي هي المقلية في زيت، فبنحبها كده. تمام. يا دوبك بس اديها نص سلقة وبعدين بدخلها الفرن. احط على وشها شوية صلصة. اهو البتنجان اهوت والكوسة. لو وصلت لحد هنا متنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي. السلام.